شفت فيلم بتاع غريب في بيتي بتاع نور الشريف وسعاد حسني؟ اللي هو والله العظيم شفت الفيلم ده. هو بعيدا عن انه زملكاوي بيتكلم على حد زملكاوي، انا بحب الفيلم ده جدا. ليه؟ عشان بيوريك بس الزملكاويه من زمان عاملين ازاي. يعني الشقه كان بيان الشقه مدين الشقه للاعب كوره، طلعت بيانها لواحد تاني وسمسار ودنيا وفي الفيلم قسموا الشقه ومش عارف ايه. فالوضع ده ماشي مع زيزو. يعني انت تقول احمد سيد زيزو اليومين دول هيبقى شحات ابو كف، اللي هو الفيلم غريب في بيتي. ليه؟ طلع واحد والله امبارح زملكاوي بقى هو، ولا ماليش دعوه بالاهلي ولا اي حاجه، عشان هم ياما يتريقوا على اكرم ويشتموا فينا ويقولوا اكرم باعكم واكرم خانكم واكرم مش عارف ايه. اكرم مشكله اكرم ان هو اتاخر للسنه لاخر وقت. لو قال من بدري عايز امشي، ما هو في الاخر قال له امشي. النادي الاهلي قال له امشي، يعني ما امسكش فيه لو النبي نتفاوض. وهو 15 مليون 20 مليون، لو عايز 50 لا مش هتوصل. هو قال ان له اخرك كذا. لكن زيزو عمال يتحايل عليه. والله قال له كده، كان ابوه وابو زيزو وكابتن حسين لبيب وعديد. فقال له عمالين يقللوا في الفلوس. فالراجل من حبهم في زيزو بيقول لك. وزيزو وافق. زيزو عمال يوافق يقلل حبا في نادي الزمالك، عمال يوافق. ففي الاخر قال له هتاخد الفلوس وهتاخد شقه. اللي هو ازاي؟ اللي هو هتاخد فيلا. ضحك بقى السنين بقى، اللي هو ازاي يعني؟ مش فاهم. طب هي الفيلا دي مش بفلوس يعني؟ بتاعت كابتن حسين لبيب قال له خد كل الفلوس اللي معاه، خد الشقه اللي انا هدفعها اطلع بره؟ ولا ايه نظام يعني هو قال له خد املاك يعني، ولا خد شاليه ولا؟ يعني هو بتاعه يعني في الاخر هيديهوله مثلا هديه ولا هيديهوله ازاي؟ ما هو ده بفلوس لما يبيعه. بدل ما يقول خد شقه ونطلع بقى غريب في بيته والقصه الحزينه دي. طب ما يبيعه ويديله فلوسه. طيب فلوس، الفلوس اللي هيبيع بيها يكمل له على الفلوس اللي معاه ونلم له وخلاص. ومش مهم بقت اللعيبه بقى، مش مهم الصفقات اللي هتيجي. ليه ده كله بقى؟ ما هو زيزو لا، الموضوع فيه ان ما هم هيجددوا له وبعد كده هيقولوا له اطلع اعاره ويرجع لهم الفلوس تاني من الاعاره. فهم تشغيل دماغ من الاخر. طب انت جاي تفتكر دلوقتي؟ ما طلعتوش ليه من سنه فاتت ولا من سنتين فاتوا لما كان جاي له العرض برضه؟ كنت عمالين تقولوا 10 مليون دولار و8 مليون ومش عارف كام مليون. ما طلعتهمش ليه من ساعه ما كانت الارقام دي موجوده؟ كانت كل مشاكل نادي الزمالك كانت اتحلت. فما ملناش دعوه بمشاكلهم. هو كان تصريح كده فهو قاله في وسط الكلام، فحبينا نقوله عشان طالعين يتكلموا على اكرم توفيق. خلاص خلصنا. فحبينا نقولها في الاول. يعني موضوع زيزو بقى كابتن شحات ابو كف. اه والله. فهياخد نص الفلوس ونص الفلوس التانية هياخد بقى شقة. وهيروح هيلاقي غريب في بيتي برضه، هيلاقي سعاد حسني الله يرحمها موجودة وغريب في بيته، وهيقسموا له الشقة في الآخر. فخلاص فموضوع زيزو كده كده ماشي. فقال لهم لا ابوه خلاص. فدلوقتي تسال واحد من زملكاوي يشتم في ابو زيزو، تخيل يعني. هو زيزو يعني غصب عنه، فابوه اللي ضغط عليه. مش فاهم يعني. هو زيزو لسه ما عداش 15 سنه، فهو ابوه اللي بيتحكم فيه، فمش عارفين يعني. فخلاص فموضوع زيزو خلص وموضوع اكرم خلص. فاللي يمشي يمشي واللي يقعد يقعد. المفروض احنا انديه كبيره يعني، مش هنقف على حد. فانتوا اللي عملتوا فيه كده في زيزو، احسن لاعب في افريقيا، احسن لاعب في العالم، واحسن جناح، واحسن واحد بيجيب اجوان ضربات جزاء، واحسن واحد بيرفع، احسن واحد بيعمل كل حاجه. فانتوا اللي عملتوا فيه كده في الاخر يتنطط عليكم ما يجددش بقى يشوف مصلحته. فربنا يكون معاكم يعني. وربنا يكون مع الاهلي بقى، عشان احنا في مشكله كبيره في الاهلي، التطبيل للاداره. يعني صعبان عليهم. يعني دلوقتي كله بيشتم في كولر. طب ليه يعني؟ مش فاهم. يعني ناس من جوه النادي مش عارفين اللي حصل ما بين كولر والاداره. والاداره بتجيب ناس وكولر عايز ناس وخلاص. واكيد الاداره حاطه عينيها على حد. طب هتجيبوا امتى يعني؟ حتى ده وليد سليمان قال مش ضروري نجيب في يناير. مش كل الفرق ايه اللعيبه متعاقده اللي عينينا عليها متعاقده مع انديه. طب ما الناس كلها ما نقفل بقى يناير بقى وانتقالات يناير والميركاتو وخلاص ورايح دماغنا بقى. ونخلينا في شهر 6 بعد ما نخلص نخش كاس العالم انديه وخلاص ونشيل ونبقى حصال على راي الزملكاويه وخلاص ونبقى نفكر بعدها. طب ما انت في ناس مشيت والمفروض ناس تيجي مكانها. فمشكله بقى ان هو كله بيهاجم كولر دلوقتي مش الاداره. يعني كله يعني عشان كل اللي بيطلع على قناه الاهلي، حتى اللي بيطلع في قناه التانية بيبقى شغال جوه النادي. فهو هيشتم في الاداره هيلاقي نفسه بره. يعني مش هيشتم حتى ينتقد. يعني يقول لك احنا عايزين لعيبه، احنا عايزين لا نتحرك في حوار الصفقات. في مصابين كتير فاحنا عايزين حد مكانه. حتى لو ما فيش مصاب احنا عايزين حد يبقى قاعد حتى بيقول لك كمان اللي هو هيجي مش هيلعب اساسي. يعني خلاص بقى انت مالك انت يا كابتن وليد؟ مش فاهم برضه. يعني انت شغال في هو شغال في حاجه في الناشئين في النادي، فمش هيعرف يقول كابتن محمود الخطيب بيقول عليه حاجه ولا يقول على الاداره حاجه. ليه؟ هيلاقي نفسه بره في الاخر. في قناه النادي الاهلي ابراهيم المنيس ولا عادل القيعي ولا شوبير مش هيقولوا حاجه على الاداره. فانت كده كده تطبيل للاداره. احنا كده ما احنا بنكسب، احنا اول دوري، احنا صعدنا في دوري ابطال افريقيا. هنستنى ايه؟ هنلاعب فاركو النهارده بقى هنكسب فاركو.
ده لو كسبنا يعني بالمستوى اللي كان، هنعمل ايه قدام بيراميدز؟ هنعمل ايه في ماتش الزمالك الشهر الجاي؟ هنعمل ايه بقى في افريقيا في الادوار اللي بعد كده بنشوف في ربع النهائي اللاعب مين؟ فليه ما بنفكرش لقدام؟ ليه طب ما يعني لو انتقدناهم يعني مش هنشتمهم يعني، نقول عايزين صفقات كذا، عايزين نحط عينينا على كذا. طب اي حاجه، اي بوادر. ما انت دلوقتي ساكت ده كله، فانت هتيجي هيجيب صفقه ولا اتنين. طب وبعد الصفقه ولا اتنين انت محتاج سبعة تمانية يعني، بالاصابات اللي الموجوده، بالمستوى اللي موجود، باللعيبه اللي مشت، يعني انت محتاج اقل حاجه سبعة تمانية. فاحنا يا ريت هنطلع نتكلم بما يرضي الله حبا في النادي. يعني والله يعني يبقى حبا في النادي، ولا انت بتشتغل في النادي، ولا انت عشان مش لا، خليك حبا في النادي. مش عشان هتتنيك شغال في النادي، مش عشان. وفي ناس كتيره مش شغاله في النادي وبتطلع على القنوات بس عشان بتطلع في القناه. ما يقولكش ده الاداره مية مية، ده احنا اول دوري، ده احنا صعدنا في افريقيا، مش محتاجين حد. ازاي يعني؟ انت ازاي مش محتاجين حد يا كابتن لما نخسر من اورلاندو على ارضنا؟ ولما نخسر، لما نتعادل في الدوري كام ماتش ورا بعض؟ ولما نكسب شباب بلوزداد، يعني هو ده المكسب بالنسبه لكم؟ احنا والجونه، سموحه والجونه وشباب بلوزداد، دول الماتشات اللي كسبناهم عشان كان امام عاشور فايق. ما حدش يطلع يقول كده، لا ده الاداره 100 100. كولر لو اتكلم واتنفس، لا غلط انك خلاص. طب ما كده في تضارب يا جدعان في الافكار.